السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل قرنبيط وهعمل بطاطس بانيه معاها. انا معايا ايه القرنبيط اهي، مقطعاها مجهزاها وردات صغيره، لو انت عايزاها كبيره براحتك مفيش اي مشكله كبريها. ومعايا بطاطس اهي مقطعاها ايه، ولا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، عايزينها ايه الحجم ده. ومعايا طبعا دول مكونات الخلطه اللي احنا هنعملها بتاعه القرنبيط. يلا بقى نسلق القرنبيط ونسلق البطاطس ونبتدي الفيديو بتاعنا. انا حطيت البطاطس اهي خلاص، احط ايه رشه ملح مش كتير عشان طبعا الخلطه فيها ملح. انا هديها 3/4 سوا، عايزه تديها نص سوا براحتك، بس انا بديها 3/4 سوا ماشي. هنحط بقى ايه القرنبيط بقى على النار. الميه بتاعت القرنبيط اهي غليت، هنزل عليها بمعلقه ملح ومعلقه كمون عشان طبعا الغازات الايه اللي في القرنبيط. بسم الله اهو. وبعد كده هنزل بالقرنبيط. طبعا هو القرنبيط هيتسلق معانا، هياخد من حوالي 5 دقايق ل7 دقايق، مش هياخد كتير، فخلوا بالكم منه عشان ما يتهريش. عقبال بقى ايه ما البطاطس والقرنبيط يتسلقوا نعمل بقى ايه الخلطه بتاعتنا. نقفل عليها كده، نبتدي بقى نعمل الخلطه ونقول المكونات بتاعتنا. معايا كوبايه دقيق، معايا كوبايه ميه، ممكن تزيد الميه على حسب ايه الخلطه بتاعتنا. ومعايا الخضره شبت وبقدونس وكزبره، بتدي طعم حلو قوي ايه للقرنبيط ايه والبطاطس. ومعايا 3 بيضات، ومعايا 4 معالق نشا. طبعا ايه النشا هي اللي هتخليه ايه تقرمش معانا البطاطس والقرنبيط. ونص معلقه توم مفروم، ومعايا ربع معلقه شطه، اللي حابب يحط حقيقي يحط، مش حابب خلاص. ومعايا معلقه صغيره ايه كزبره ناشفه، ومعلقه ايه صغيره كمون، ورشه فلفل اسمر عشان ايه زفرة البيض، وربع معلقه كركم عشان تلون معانا ايه القرنبيط يبقى شكله حلو كده والبطاطس، ومعلقه ملح، ومعلقه بيكنج باودر. يلا بقى ايه نحط ايه الخلطه دي، المكونات دي كلها على بعض. هننزل دلوقتي ايه بالثلاث بيضات معانا اهو. بسم الله. هنبتدي ايه نضربهم كده، وبعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا. نقلبهم. انا بحب اعمل ايه القرنبيط مع البطاطس يا جماعه، احنا بنحبها كده، بنحب البطاطس والقرنبيط مع بعض. وبعد كده هنزل ايه بنص معلقه الثوم، بتدي طعم حلو قوي برده الثوم. وهنزل بالميه. انا المره دي هحط ميه مش هحط ايه لبن، انا كان ممكن احط ايه كوبايه لبن، بس انا ايه هحط المره دي ميه. هننزل بقى ايه بكوبايه الدقيق كده. بسم الله. نضرب كويس قوي. وهننزل ايه بالنشا. هي كده عايزه ميه، هزود تاني ميه عليها. بسم الله. الميه دي ساقعه يا جماعه مش سخنه. وهنزل بالخضره بقى بتاعتنا. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. نفضل نقلب جامد كويس قوي كده لحد ما ايه المكونات كلها ايه تدخل في بعض، عشان كمان الدقيق ايه يفك والنشا. هي كده خلاص بقت جاهزه. انا ضربتها جامد، شايفين ايه سمكها كده، هي كويسه. انا عايزه السمك ده بتبقى ايه زي اخف ايه من عجينه بتاعه الكيكه او عجينه الكريب. شايفين شكلها عامل ازاي. يلا بقى انا بروح ايه اطلع البطاطس والقرنبيط عشان ابتدي ايه احمرها. ادي القرنبيط اهو بعد ما استلقوا البطاطس اهو، سبتهم يهدوا شويه اهو. شايفين شكلها عامل ازاي. هنبتدي بقى ايه نحط بقى ايه القرنبيط في العجينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نغطسها كده في العجينه
كلها تتغلف كده. بسم الله. نغلفها كده كلها. انا مولعه الطاسه على النار اهي. يلا بقى ايه نحطهم ايه في الطاسه. خلاص كده الزيت سخن معايا. لازم الزيت كده ايه يبقى غزير اهي. انزلها كده في ايه. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان القرنبيط من الايه، من الاكلات الشتويه اللي احنا ايه بناكلها. انا هحمر القرنبيط وبعد كده احمر البطاطس. انا مش هحمر القرنبيط كله عشان احنا بنحب ناكله سخن، فانا هحمر ايه على قد اكلتنا. انا هعملها بايدي بقى عشان ايه كده نبهدل الزيت كله اهي. لونها هيغير وايه واقلبها. انا هبتدي بقى ايه اقلبها ايه دخلت في الحمران. عقبال ايه هتكمل سواها انا هنزل بايه بالبطاطس بالخلطه دي عشان ايه تتشرب كده منها. وهوريكم انا بقليها بقى. ابتدي بقى ايه اطلع ايه القرنبيط بتاعنا اهو. جبت طبق وعليه مناديل عشان ايه يشرب الزيت بتاعه. هبتدي بقى ايه انزل بالبطاطس اهي. بسم الله. اهي كملهم بقى. البطاطس هنا خدتش وقت معانا. نبتدي نقلبها اهي. شايفين لونها اهي. خلاص مش تاخد وقت وهنبتدي نطلعها بقى ونوريكم وقت التقديم. وادي خلصنا ايه البطاطس البانيه بتاعتنا اهي. شايفين شكلها عامل ازاي. والقرنبيط بتاعنا اهو مقرمش اهو جميل. سامعين صوت القرمشه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم ايه كل فيديو مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.